أنا اسمي جودي وعندي 27 سنة. أنا أصغر بنت في عيلتي وعندي أخين أكبر مني. بابا كان راجل بسيط لكن كان دايما يقول إننا كلنا واحد. كان يقول مفيش فرق بين ولد وبنت، كلكم ولادي. لكن بعد ما بابا توفى اكتشفت إن الكلام ده مش الكل كان مقتنع بيه. بابا كان سايب بيت كبير ومحل تجاري كان مصدر رزق العيلة. في الأول كنت فاكرة إن كل حاجة هتتقسم بالعدل، لكن في يوم أخويا الكبير قال إننا لازم نتجمع عشان نتكلم في موضوع الورث. قعدنا كلنا في الصالون وأنا كنت متوترة شوية، لكن كنت واثقة إن حقي هيوصلني. أخويا بدأ الكلام وقال إحنا فكرنا كويس في موضوع الورث. بصيت له وأنا مستنية أعرف إيه القرار، لكن اللي قاله بعدها ما كنتش أتوقعه. قال البيت والمحل هيفضلوا لينا إحنا. استغربت وقلت يعني إيه؟ رد عليا وقال أنت بنت وبكرة هتتجوزي وتعيشي مع جوزك. الكلمة دي وقعت عليا زي الصاعقة. قلت له وأنا مصدومة بس ده حقي، بابا عمره ما فرق بينا. لكن أخويا التاني قال إحنا محتاجين المحل أكتر منك. في اللحظة دي فهمت إنهم متفقين من قبل ما يتكلموا معايا. حاولت أشرح لهم إني مش عايزة حاجة زيادة، أنا بس عايزة حقي، لكنهم ما سمعوش كلامي. وفي النهاية لقيت نفسي خارجة من بيت أبويا من غير أي حاجة. اليوم ده كان من أصعب الأيام في حياتي، مش عشان الفلوس لكن عشان إحساس إن أقرب الناس ليا ظلمني. حرايا الأيام عدت، وفي البداية حياتي كانت صعبة جدا. اشتغلت في محل ملابس وبعدين اشتغلت في شركة صغيرة. كنت أشتغل طول اليوم وأرجع البيت تعبانة، لكن كان عندي هدف واحد، إني أثبت لنفسي قبل أي حد إني أقدر أنجح. بعد فترة بدأت أتعلم شغل جديد، بدأت أبيع منتجات تجميل أونلاين. في الأول المبيعات كانت قليلة، لكن مع الوقت الصفحة كبرت والطلب بدأ يزيد. كنت أشتغل ليل ونهار لحد ما بعد سنتين قدرت أفتح محل صغير باسمي. والمفاجأة إن المشروع نجح أكتر مما توقعت. المحل كبر وبعده فتحت محل تاني وبقي عندي مشروع ناجح والحمد لله. لكن رغم النجاح كان في حاجة دايما توجعني، حقي اللي أخدوه إخواتي بعد موت أبويا. كل ما أفتكر اليوم اللي قالوا فيه أنت بنت ومش من حقك في الورث قلبي كان بيتكسر. في يوم كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي محامية، حكيت لها كل اللي حصل. بصت لي وقالت أنت عارفة إنه ده حقك قانونا ومحدش يقدر ياخده منك. سكت شوية لأني عمري ما فكرت أرجع حقي بالطريقة دي. كنت دايما أقول لنفسي إنهم إخواتي، لكن الحقيقة إنهم ظلموني. بعد تفكير طويل قررت أخذ خطوة ما كنتش متخيلة إني أعملها يوما. رفعت قضية عشان أرجع حقي في ورث أبويا، ولما إخواتي عرفوا اتصدموا. أخويا الكبير اتصل بيا وقال بعصبية أنت هتفضحينا قدام الناس. لكن المفاجأة ما كانتش بس منهم. بعد يومين بدأت العيلة كلها تتدخل. عمتي اتصلت بيا وقالت يا بنتي العيلة ما تتجرجرش في المحاكم. وخالي قال حتى لو عندك حق ما يصحش تعملي كده في إخواتك. كلهم كانوا بيقولوا نفس الجملة، ما تضيعش سمعة العيلة. كنت قاعدة أسمع كلامهم لكن جوايا سؤال واحد، فين كانت العيلة لما إخواتي أخدوا حقي؟ فين كانوا لما خرجت من بيت أبويا وأنا مكسورة؟ دلوقتي بس افتكروا إننا عيلة، لكن أنا قررت حاجة واحدة، أنا مش هتنازل عن حقي، مش عشان الفلوس لكن عشان محدش يقدر يظلمني ويفكر إني هسكت طول عمري.